فضلك. ايه يا ارنوب توتو، صباح الخير. انت عامل دوشه كده من اول ما تصحى من النوم. ماما من فضلك ما تقوليليش توتو تاني، انا كبرت خلاص، انا بقيت ارنب كبير، تقوليلي يا توتو. طب مالها يا توتو، مالها يا توتو يا ارنوب؟ هي دي حاجه مزعلاك قوي؟ ده انا بحبك قوي وبدلعك، ودي ما تزعلكش يا ارنوبه. ماما ولا تقوليلي ارنوبه، ايه يا ماما ده؟ انا ارنب كبير كمان. ليه يا ماما وانا مش لسه صغير؟ يا ماما من فضلك قوليلي انا ارنب كبير. طب خلاص ما تزعلش، بس لو سمحت ممكن ادلعك؟ وانت عايزني مش عايزني اقول لك توتو؟ خلاص مش هقول لك توتو دي تاني، من فضلك ممكن اقول لك ايه وما تزعلش؟ لا مش عايزك تدلعيني خالص، انا كبرت، قوليلي يا ارنب، انا ارنب كبير. طيب انا موافقه، خلاص زي ما انت عايز. ماما انا جعان قوي، انا من ساعه ما صحيت من النوم وانا جعان جدا. حالا احط لك الفطار انت واخواتك يا حبيبي. ماما طب ممكن اعرف انا هاكل ايه؟ بس ماما بسرعه قوي انا بقى عشان انا عايزه اخرج كمان، ورايا حاجات كتير قوي النهارده. طب ممكن اعرف وراك ايه يا سي ارنب؟ انت في ايه النهارده؟ انا النهارده رايح الغابه وهلعب مع فلافيل وقرود، ويمكن كمان نلعب مع اصحاب تانيين كمان في الغابه. من فضلك ما تبعدش عن البيت قوي، وما تقربش من الحيوانات المفترسه يا ارنوب، انت فاهم ولا لا؟ ماما هو حضرتك بتعملي ايه؟ بحضر لك الفطار، بحضر لك الخس والجزر اللي انت هتاكله يا حبيبي. ايه؟ هو كل يوم خس وجزر خس وجزر؟ لا انا مش عايز اكل، انا مش عايز اكل، انا رايح لاصحابي، انا مش عايز اكل، انا ماشي، باي باي. شفتوا يا اصحابي تصرفات الارنب؟ مامته زعلت قوي من اللي عمله الارنوب ده ايه الكلام الغلط ده؟ طب هو الارنب هياكل ايه غير خس وجزر؟ هو ينفع ان احنا نقول مش هناكل؟ طبعا ده وحش جدا، ومامته زعلت قوي. وهو ماشي في الغابة وفضل يمشي وكان عمال يقول يا بطني، انا جعان، انا جعان، لازم اكل اي حاجة. طب ما هو مفيش حاجة تتاكل هنا، اعمل ايه بس يا ربي؟ اهي القطه اهي، وكمان بينها كانت بتجيب اكل، انا اسالها هي بتاكل ايه، واذا كان الاكل يعجبني اكل معاها. مياو 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 مياو. صباح الخير يا قندوب، انت رايح فين الصبح كده؟ انا رايح العب مع اصحابي، بس انا لسه ما فطرتش، ممكن اكل معاكي؟ ما عنديش مانع يا ارنوب، انا بشرب لبن، ممكن تشرب معايا؟ وكمان باكل عيش في اللبن. بس انا مش بشرب لبن ولا باكل عيش في اللبن، انا مش هعرف اكل الاكل بتاعك ده. صباح الخير يا ارنوب، انت صاحي بدري كده ورايح فين؟ الله، انت باينك رايح تلعب مع اصحابك في الغابة. انا فعلا رايح لاصحابي العب معاهم، بس انا جعان وما فطرتش، ممكن اكل معاكي؟ طب انت عارف انا باكل ايه؟ انا باكل ورق الشجر عشان انا رقبتي طويلة قوي، فانا بطير الشجر من فوق. بس انا مش هينفع اكل ورق الشجر لان ده مش الاكل بتاعي. ومشيت الزرافة وسابت الارنب لانه معرفش ياكل الاكل بتاعها. طبعا الارنب ما ينفعش ياكل ورق شجر. ايه يا بابي اللي في بقك ده؟ انت بتاكل ايه؟ دي عظمة، تحب تفطر معايا؟ لا ما ينفعش، اسناني مش قوية كده ناكل عظم. ومشي الأرنب كتير في الغابة، وكل شوية يلاقي الحيوان بياكل حاجات غير اللي الأرنب بياكلها، وفضل جعان مدة طويلة قوي. صباح الخير يا عصفورة، انا ممكن اكل معاكي؟ انا جعان قوي، انا من الصبح ما فطرتش خالص. أنا باكل حب صغير، أنت هتاكل معايا حب صغير؟ لا مش هينفع اكل حب صغير، لا. زعل الأرنب قوي، وبعدين قابل الحمار. صباح الخير يا أرنوب، رايح فين على الصبح كده؟ انا رايحة العب مع اصحابي، بس انا جعان قوي وما فطرتش، ممكن افطر معاك؟ أنا ما عنديش مانع، تعالى معايا على البيت،
انا عندي برسيم كتير قوي في البيت، ممكن تاكل معايا؟ لا بس انا مش باكل برسيم، مش هينفع اجي معاك. لا شكرا. وشوية يا اصحابي وقابل الحصان. صباح الخير يا ارنوب، انت رايح فين الصبح كده؟ انت رايح فين تلعب مع اصحابك في الغابة؟ انا جعان وعايز افطر، ممكن افطر معاك؟ طب يلا بينا نروح البيت يا أرنوب، أنا عندي فول يجنن، فول ناشف حلو قوي، وكمان أصحابي لما بزعل بيصلحوني ويدوني سكر. بس انا اسناني مش قوية كده ان انا اكل فول ناشف. لا مش هينفع افطر معاك. لا لا، باي باي. صباح الخير يا أرنب، تعال عوم معانا، دي المية النهاردة جميلة قوي، يلا بس بسرعة. لا مش هينفع انزل المية، انا ما بعرفش اعوم. انا كنت بدور على فطار وانا جعان ومش عارفة اكل ايه. طيب يا أرنب ما انت ممكن تفطر معانا، وهيكون أكل جميل وطعمه حلو قوي يا أرنب، بس يلا بسرعة. طب هو انا هاكل ايه معاكم؟ هتاكل السمك الصغير اللي جوه البحيرة، منها تعوم ومنها تاكل وتفطر وتشبع وتملى بطنك، ده حلو قوي وطعمه جميل قوي قوي يا أرنوب. انا مش بعرف اعوم ولا حتى باكل سمك. لا لا، مش هينفع افطر معاكم. ومشي أرنوب وروح على البيت، وكان زعلان قوي إن هو زعل ماما ورفض إنه ياكل الأكل بتاعها. ماما افتحي، انا ارنب ابنك يا ماما، افتحي من فضلك. ها يا حبيبي، اتبسطت النهارده في اللعب مع قرود وفلفول؟ لا يا ماما، انا ما قابلتش قرود ولا فلفول. انا كل شويه اقابل حيوان من الحيوانات واقول لهم ان انا جعان وعايز اكل معاكم، وللاسف الاكل بتاعهم مش زي اللي انا باكله. طبعا يا حبيبي، ربنا خلقنا كل حيوان ياكل اكل معين، مفيش حيوان زي التاني، ولازم نرضى باللي ربنا اداهولنا ناكله ونقول الحمد لله. ماما انا بعتذرلك علشان انا الصبح مرضتش افطر، وبعتذرلك كمان مره علشان انا خرجت وانا غضبان وما كانش المفروض اعمل كده تاني. خلاص يا حبيبي، انا مش زعلانه، بس ما تعملش كده تاني خالص. يلا عشان احط لك الاكل بتاعك. ماما الاكل اللي هتحطيه هو احلى اكل في الدنيا. انت حبيب ماما. بكده الارنب صالح ماما وكل الاكل وكل الخس والجزر، وكان فرحان قوي وكان سعيد، وماما كمان كانت فرحانه وسعيده.